واش فراسك بلي نتايا تقدر دير شي حوايج ما تطيحش لك على البال، تقدر تقتل بنادم، تقدر دير الفوضى حيتاش الناس داروها، حيتاش داك القطيع اللي منتمي ليه دار هاد الشيء هذا. واش فراسك بلي الدماغ ديالك يقدر يدير فورماطاج لدوك المبادئ كاملين اللي عندك ويتحول لروبو طابع للقطيع؟ اليوم في نفسيات غنصدمك بالحقيقه، انت ماشي هو اللي ديما سايق حياتك، شي مرات انت غاخروف وسط قطيع كيجري الهاويه وانت تابعه وتتغني معاه. في علم النفس كاين واحد الفو سماه غوستوف لوبون بالوحده العقليه للجماهير. شوف، فاش كتكون بوحدك كيكون عندك عقل نقدي، ولكن ان فوا تدخل وسط الزحام في تيران ولا في مظاهره كيطرى لك تنويم مغناطيسي جماعي. دماغك الواعي كيخرج ياخذ قهوه ودماغك اللاواعي هو اللي كيكون صايد. تما كتولي بحال داك الشخص اللي كيدير دوك الحوايج اللي ما منطقيينش غير حيتاش الناس دايرينها. كتلقى راسك في واحد المنطقه اللي كتسول فيها اش كندير هنايا، ما عارفش فين غادي وما عارفش علاش غادي. عمرك سمعتي بخرفان بانورج؟ هذه واحد القصه اللي مشهوره لواحد خينا وواحد تاجر فوق الباطو. هاد خينا كان معصب وشرا واحد الخروف من عند التاجر وداه للحافه تاع الباطو ولاحو في البحر، واجدر القاطع اللي كان معاهم. الخروف الثاني تبعو، الخروف الثالث حتى هو تبعو، الخروف الرابع، الخروف الخامس تمشاو كاملين ودخلوا للبحر، حيتاش غير داك الاول دخل، ولا حيتاش داك الاول لاحو هذاك السيد في البحر. واحد التاجر بغى يحبسهم زعما وهما يجروه ولاحو حتى هو في البحر. وبحال هذا الشيء اللي كيطرى لنا في التريندات، كينقز مؤثر كيدير شي تفاهه وراها كينقز مراهق كيدير بحاله، من بعد كينقز المجتمع كامل وكيصفق وفرحان. وهنا كنغرقوا في واحد البحر ديال العبث، حيت غير كل شيء كيدير بحال هكاك. علاش كنتبعوا شي ناس وحنا عارفين باللي راه ما عندهم ما يزيدونا، ما عندهم ما يعطيو المجتمع؟ السر هنايا في الهيبه. الزعيم ولا المؤثر ولا القائد ما كيحتاجش يعطيك ادله علميه، كيحتاج غير يكرر نفس الكذبه بواحد الجهد وواحد الثقه. التكرار كينحت الفكره في اللاوعي ديالنا وكتولي كتبان لنا حقيقه مقدسه. هما كيخاطوا العاطفه حيتاش العقل يشكل خطر على القطيع. القطيع محتاج سراح وكلب، والوعي هو العدو الاول ديال هذه المنظومه. الشجاعه الحقيقيه ماشي تكون وسط الزحام ولا تتبع القطيع ودير كما كيديروا. الشجاعه هي فاش كتقدر توقف في الوقت اللي فيها كل شيء كيجري وتشوف وتفكر بالطريقه ديالك الخاصه. الا لقيتي راسك ديما مع الاغلبيه خاصك توقف ثانيه وتفكر وتراجع الحسابات ديالك. واش انت تابع القناعات ديالك ولا غير خروف وسط القطيع كيقلد بلا ما يسول؟ وصلتي لهنايا نقدر نقول لك دابا دير شي قلب ومتابعه وبارطاجي الفيديو، وفي الاخر خليك واعي، خليك مستقل، وطلاو. نشوفكم في فيديو جاي.